شوارع الرباط ظهر 9 من يناير 1992 إنها تودع ابنا بارا لهذا الوطن وقائدا سياسيا ومناضلا شريفا، عبد الرحيم بوعبيد. أخي عبد الرحيم، رغم تواضعك وشهامتك لا بد أن تعلم أن رحيلك عنا ليس فقط خسارة لا تعوض بالنسبة لحزبنا، ولكن المعارضة الوطنية بكل فصائلها ومخاطبينا في مؤسسات الدولة وجماهير المواطنين الشرفاء كلهم يشاطروننا هذا الإحساس الأليم. تاريخ المغرب المعاصر سبق له أن سجل فترتين متميزيتين في ميدان التسيير الاقتصادي والاجتماعي، مغرب ما قبل 1960 ومغرب ما بعد 1960. فلا شك أن الأجيال القادمة ستلمس الفرق بين ما قبل 8 يناير 1991 وما بعده. إذا كانت بلادنا طيلة 30 سنة المنصرمة رغم ما عرفته من مشاكل مزمنة وأزمات حادة لم تعصف بها كوارث قاتلة، فالفضل يرجع إلى حد كبير إلى رصانة عبد الرحيم بوعبيد وتبصره واتزانه ورصيده المعنوي لدى إخوانه ولدى المواطنين كافة. إن سر نجاحك في ترسيخ حزب الصامدين في هذه البلاد هو أخلاقك العصامية، تجردك المثالي، إيمانك العميق بالقيم الديمقراطية والإنسانية، قدرتك على المقاومة والصمود، ورصيدك ومصداقيتك في الوطن وخارج الوطن. فارقتنا وأنت واثق من أن ساعة قيام الديمقراطية آتية لا ريب فيها، فلم تخفي في أي وقت من الأوقات أن طريق الديمقراطية طويل وعسير، وأنه يتطلب تنمية روح المواطنة. قسما يا أخي عبد الرحيم إننا لجهادك لمواصلون، وبما ضحيت من أجله لمتشبتون، ولتراثك النضالي لحافظون. رحمك الله وأسكنك فسيح جنته مع الشهداء والصديقين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بإذن الله، لأننا ندافع عن الصالح العام، والصالح العام هو قبل كل شيء حاجية الجماهير المحرومة. في هذه البيئة نشأ عبد الرحيم بوعبيد، وهنا بمدينة سلا يوم 23 مارس 1922 كان ازدياده،
وهذه مدرسة الأعيان، المدرسة التي لم يكن المستعمر يعتقد بأنها ستخرج الأفواج التي ستنبذ وجود مجتمع طبقات من بينها الأعيان. الجنرال نوغيس كان أول المنشغلين بهذه الفئة الصاعدة وخاصة المتفوقين في الدراسة. نرى في عمق الصورة حرم الجنرال نوغيس بجانب المهدي بن بركة وخلفهما عبد الرحيم، وحفل على شرف المتفوقين بالإقامة العامة بالرباط. عبد الرحيم بن الشعب هو أيضا الرجل العصامي، اشتغل معلما وكان في نفس الوقت يهيئ دراسته، يهيئ شهادة الباكالوريا. وعبد الرحيم الشاب في 22 من عمره يدخل السجن إثر حملة يناير 1944 التي اعتقل فيها الفرنسيون زعماء الحركة الوطنية بعد التحول الحاسم للمطالبة بالاستقلال ونفي علال الفاسي إلى الغابون. بين مئات الصور التي تعتبر اليوم وثائق تاريخية، هذه إحداها بزنقة كليبر بباريس سنة 47 حيث مقر حزب الاستقلال ورفاق الكفاح رفاق عبد الرحيم بوعبيد ومجموعة من الوطنيين. سنة بعد ذلك سيصل إلى العاصمة الفرنسية المهدي بن بركة لإعداد مذكرة حول إشكالية حقوق الإنسان بالمغرب لعرضها على الجمعية العامة للأمم المتحدة بقصر شايو. وباريس كانت قد تحولت إلى قبلة للنخبة الباحثة عن المعرفة عموما، لكنها كانت بالنسبة للوطنيين مدرسة الصمود والمقاومة بجانب العلم والمعرفة. وكان أول لقاء للطلبة المغاربة المناضلون والقادة السياسيون لاحقا يحيطون بالحاج حمد بلافريج. وتأخذنا الأحداث إلى سنة 55 وقد كتب أبناء الشعب المغربي بالمدن كما بالبوادي عبر أزيد من سنتين صفحات الكفاح المريرة بالدم والعرق ليعود الانفراج السياسي بإطلاق الزعماء السياسيين والنقابيين تمهيدا لعودة الملك الشرعي. وهنا لمع اسم يجمع بين الوطنية والتكوين والأسلوب الدبلوماسي، إنه اسم عبد الرحيم. وشهود التاريخ مفاوضات إكس لبان في غشت 55. ويتوج الكفاح الوطني بعودة الملك الراحل محمد الخامس إلى العرش، وعبد الرحيم هنا في مباحثات مع المرحوم مبارك البكاي لتشكيل الحكومة الوطنية الأولى. محمد اليزيدي وعبد الرحيم وبينهما ولي العهد آنذاك الأمير مولاي الحسن، واستشارات مع الملك الراحل سبقت تشكيل حكومة البكاي في 7 دجنبر 1955، والتي ضمت 9 وزراء لحزب الاستقلال، 6 لحزب الشورى و6 للمستقلين. وأي دور سيكون لعبد الرحيم في أول حكومة كهذه؟ إنه وزير الدولة مكلف بالمفاوضات مع فرنسا ثم مع إسبانيا. وبهذه الصفة يحضر عبد الرحيم بجانب الملك الراحل مفاوضات الاستقلال، والظروف السياسية الفرنسية كانت تساعد المغاربة على نيل السيادة الكاملة، يقول عبد الرحيم. وفرحة عارمة تغمر الراحل أثناء توقيع الاستقلال بباريس. باريس سيعود إليها عبد الرحيم كأول سفير لبلاده محتفظا بمنصبه الوزاري، وقد أصبح الراحل الحاج حمد بلافريج أول وزير للخارجية. ولكن باريس أيضا سيغادرها عبد الرحيم احتجاجا من حكومة المغرب على اختطاف جيش الاحتلال الفرنسي بالجزائر للطائرة التي كانت تقل بن بلة وزعماء الجبهة الوطنية جبهة التحرير الجزائري. نوفمبر 1956 رفيق الدرب عبد الرحيم بوعبيد وزيرا للاقتصاد والمالية، والمهدي بن بركة رئيسا للمجلس الاستشاري وأول نواة للحياة البرلمانية الوطنية. وبين الأمس واليوم لحظات للتأمل: عبد الرحيم بوعبيد، المهدي بن بركة، عبد الله إبراهيم وآخرون في المسرح العمالي بالدار البيضاء بجانب العمال سنة 1957. وعبد الرحيم والمهدي في حديث مع عامل الدار البيضاء أحمد برقاش. وهنا عبد الرحيم بوعبيد يرافق الملك الراحل في المعرض الدولي للدار البيضاء، وللتأمل وللتاريخ مكانتهما عبر هذه الصور. 10 سنوات على زيارة محمد الخامس لطنجة. طنجة المستقلة تحتضن مؤتمر شبيبة حزب الاستقلال، وعلال الفاسي يرحب بولي عهد المملكة المغربية في مؤتمر الحزب، والحديث عن التعبئة لبناء الطريق الوحدة بسواعد شباب المغرب المستقل، والمهدي بن بركة ورفاقه في المقدمة.
وبين العمل الحزبي والمسؤولية الوطنية والقومية العربية كان يتوزع برنامج عمل عبد الرحيم بوعبيد. وصور أخرى من قصر مرشان بطنجة، حيث استدعت قيادة حزب الاستقلال لمؤتمر طنجة، استدعت الأحزاب الخاصة بالأقطار الثلاثة للمغرب العربي لتكون النواة الأولى للدعوة لوحدة المنطقة. أبريل 58 عبد الرحيم نائبا لرئيس الحكومة مكلفا بالاقتصاد الوطني والمالية والفلاحة. قطاعات حيوية طبعها عبد الرحيم بطابعه الذي يجمع بين الوطنية والواقعية الاقتصادية وتوجهات المستقبل في إطار التحرر والسيادة. العالم الفلاحي كان حاضرا بكل ثقله في العمل الحكومي، وعملية الحرث وتوزيع الأراضي على صغار الفلاحين شهدت بداياتها سنة 58، وبدأت العملية بالغرب ثم منطقة الشاوية، وهذه إحداها بلقارة مع عبد الحميد زموري عامل ناحية الدار البيضاء. والفكر الاقتصادي لعبد الرحيم بوعبيد اعتمد التوازن والبنيات التحتية وبناء الآليات، وهنا التوقيع مع الإيطاليين مع شركة إني الإيطالية للتنقيب عن النفط في طرفاية، ثم من أجل تكرير البترول بالمحمدية اللاسامير. ماتيش رئيس الشركة الإيطالية هذا سيلقى مصرعه فيما بعد في ظروف غامضة. نهاية الخمسينات تسجل استفحال الأزمة داخل حزب الاستقلال، ويستقيل عبد الرحيم من حكومة الحاج حمد بلافريش، حيث تسقط هذه الحكومة وتتصارع الأحداث، حيث يحاول زعيم الحزب المرحوم علال الفاسي تشكيل حكومة جديدة، في حين كانت أحداث الشمال تلقي بظلالها على الساحة، وكان عبد الرحيم يعرف جيدا مدى وخطورة هذه الأحداث. لذلك نجده يعود إلى الحكومة الجديدة برئاسة عبد الله إبراهيم كنائب لرئيس الحكومة ووزير للاقتصاد الوطني والمالية. وبهذه الصفة يسافر عبد الرحيم إلى الولايات المتحدة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. وعبد الرحيم المناضل من أجل الاقتصاد الوطني لا يمكن لمتحدث موضوعي أن يتحدث عن اقتصاد المغربي، عن تحرير الاقتصاد دون ذكر اسمه. لا يمكن الحديث عن توفر المغرب على عملة وطنية جديدة وفصل للفرنك الفرنسي عن الفرنك المغربي دون ذكر اسم عبد الرحيم، ناهيك عن أدوات الفعل الاقتصادي، بنك المغرب، بنك التجارة الخارجية، بنك الائتمان الاقتصادي، مكتب الأبحاث والمساهمات الصناعية، كلها مؤسسات كان لعبد الرحيم نائب رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والوطني والمالية دور الريادة فيها. صورة معبرة لعبد الرحيم وهو يعتذر بلطف للمغفور له محمد الخامس عن تحمل مسؤولية وزارية جديدة بعد استقالة حكومة عبد الله إبراهيم. ويعود عبد الرحيم إلى ساحة النضال الديمقراطي. مخطئ من يعتقد أن المغرب بلد العبيد، إنه بلد الأحرار. قال ذلك عبد الرحيم في مهرجان شعبي في حملة انتخابات المجالس البلدية والقروية ماي 1960، مضيفا أن الشعوب لا تتعلم الديمقراطية وقواعد الديمقراطية وتقاليدها إلا إذا مارست هي نفسها الديمقراطية. عبد الرحيم داخل وخارج الحكومة ظل السياسي الرزين ورجل المبادئ الثابتة، ولكن صلابة عبد الرحيم لم تفارقه في أي لحظة عندما تبث المبادئ. نتذكر انتخاب عبد الرحيم ضمن القيادة الجماعية للاتحاد الوطني للقوات الشعبية بجانب المهدي بن بركة وعبد الرحمن اليوسفي، ونتذكر في ذات الوقت الأيادي الآتمة التي امتدت لتغتال في 29 من أكتوبر 65 المهدي بن بركة رفيق عبد الرحيم. يناير 75 عبد الرحيم بوعبيد ينتخب كاتبا أول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ليعيد بناء الأداة وترميم الجراح دون أن يفرط المؤتمر في المبادئ الثابتة. وبعد أقل من سنة على المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الاشتراكي تغتال أيادي الغدر أحد الأعضاء البارزين في قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إنه الشهيد عمر بن جلول، فكانت الصدمة قوية لكل رفاقه. ونرى هنا محمد الحبابي، عبد اللطيف بن جلول، محمد اليازغي، محمد عابد الجابري في وقفة ألم وخشوع حول عبد الرحيم في توديع جثمان عمر. يجب أن يستمر الحزب حاضرا في الساحة صامدا على مختلف الواجهات العربية والدولية، كان ذلك شعار عبد الرحيم.
عبد الرحيم بوعبيد المناضل والسياسي والمثقف إنه أيضا رجل الإقناع في لقائه مع الجماهير، هنا مع جماهير الدار البيضاء بملعب سيدي معروف في حملة انتخابات برلمان 77، وهنا بملعب اسطاد فيليب في ماي 80 لمعارضة تمديد فترة ولاية البرلمان، وفي أكثر من واجهة مع الشباب والفلاحين والعمال والمثقفين. عبد الرحيم رجل الإقناع بدبلوماسية وهدوء وبحزم وقوة عندما يتطلب الموقف ذلك. دبلوماسيته ومرونته لم تكن في أي لحظة عائقا ضد مبادئ حزبه. بعد منع الجريدة المحرر وليبراسيون وقرار الحزب حول قضية الصحراء، عبد الرحيم في السجن بالرباط ثم بميسور مع محمد اليازغي ومحمد الحبابي. الأخت نجاة في زيارة لزوجها عبد الرحيم بسجن ميسور، والوالدة الفاضلة في استقباله هنا بعد الإفراج عنه. ولندخل المرحلة القادمة. ماي 83 يجب المشاركة في المرحلة الجديدة من أجل المعركة الديمقراطية، قرار يتخذه الحزب وعبد الرحيم على رأسه. يجب مواجهة خصوم الديمقراطية المحتصنين والمتحصنين في مواقع السلطة الإدارية وكشفهم. كان ذلك جزءا من فكر عبد الرحيم النضالي. وفي مثل هذه المواقف لا يعرف عبد الرحيم معنى الراحة، فراحته وسعادته أن يكون الحزب حاضرا في الأحداث وسط الجماهير، وتسجل كل جهات المغرب حضور عبد الرحيم النضالي في المهرجانات، في اللقاءات، بل وفي الاتصالات المباشرة مع المناضلين. واليوم يا جماهير الرباط بينتم الجميع أن الاتحاد الاشتراكي له جذور وله قواعد تخرج من الأرض إلى سطح الأرض وتواجه وتنتظر المعركة لتدخل في المعركة من أجل المعركة ومن أجل أساسا المعركة الديمقراطية. فبينتم ذلك. نحن جميعا لا نعمل فقط لبناء مغرب اليوم، ولكن نعمل كذلك لمغرب اليوم ومغرب الغد. مغرب حر بمواطنين أحرار. إنها مدرسة عبد الرحيم بوعبيد، وأي اللقاءات اختار إنها تتشابه لأن القاسم مشترك. وهنا الدار البيضاء المدينة المناضلة بعد عامين من حوادث انفجارات غضب الشارع المغربي سنة 1981 تلتقي الجماهير مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومع عبد الرحيم بوعبيد في حملة انتخابات سنة 1983. وعبد الرحيم يستعمل كالعادة خطاب الجدية والعقلانية وتصورات المستقبل، وخطاب ملامسة قضايا الشباب بكل جدية وواقعية. بين هذه المحطات لا شك أن هناك العديد من المحطات لم نتوقف عندها، ومحطة المؤتمر الرابع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تبقى من بين أبرز هذه المحطات. في ميدان البناء والنضال ليست هناك أي معجزة إلا معجزة العمل والاختيار الصائب والاجتهاد وتعبئة كل الإمكانات. الاختيار
الاجتهاد، التعبئة. مرحلة جديدة يدخلها الحزب، مرحلة جديدة في التنظيم وفي الأسلوب النضالي. توحيد صفوف المعارضة، توحيد النضال مع الأحزاب الوطنية الأخرى، وتوحيد النضال على مختلف الواجهات التي تجمع هذه الأحزاب من حيث المبادئ الثابتة والقارة، وتوحيد النضال العمالي بين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين، وواجهة جديدة للعمل المشترك مع كل امتداداته الوطنية والقومية، ومد الجسور مع الهيئات الدولية والأحزاب الصديقة على الصعيد العالمي. إن هذا المد سيكون حاضرا بشكل ملفت للنظر في الذكرى الأربعينية الأولى للفقيد العزيز. Abderrahim Bouhabid m'honorait de son amitié depuis à peu près 35 ans. C'est le combat contre le colonialisme qui nous a réunis. J'ai du mal à dater notre première rencontre. Je me souviens en tout cas que dès que j'ai exercé des responsabilités chez les étudiants socialistes de France, au niveau parisien en 1951, au niveau national en 1953, je me suis attaché, j'ai assez vite réussi, le milieu étudiant y était prêt, à sensibiliser nos camarades au scandale que constituait le maintien d'une politique coloniale par la France. C'était un homme de conviction, un homme de compétence, un homme de courage, un homme de responsabilité. Il avait du grand et beau pays qui est le sien, votre admirable Maroc, une haute idée. Et en effet, le Maroc est le fils d'une histoire noble et courageuse. Un homme de conviction, un homme de compétence, un homme de courage. 2 fois emprisonné dans sa vie, une fois par les Français, une autre par les Marocains. Il faut bien faire la symétrie. Une fois exilé, si Abderrahim est un homme qui ne transigeait pas sur ce qu'il jugeait essentiel. Il n'avait pas peur du risque, et il était bien placé pour le savoir lourd, le risque. Tous ses proches, la totalité des membres de son parti, savaient qu'avec lui, jamais l'honneur ne serait compromis. Jamais les fastes du pouvoir ni les honneurs ne l'ont fait dévier de ce qu'il croyait juste et digne. وحتى لآخر لحظة في حياته ظل عبد الرحيم المدافع عن مواقف ومبادئ حزبه تجاه القضايا الوطنية والقومية بدون هوادة. نحن لا نخسره ولا يمكن أن نخسر على أن الحكومة الأمريكية حجز جيوشا ضخمة تخبر المعارض من 600,000 ذلك فقط للدفاع عن كيان الكويت. فالحكومة الأمريكية تريد وأن تعبر عن ذلك على أنه هناك نظام عالمي جديد يجب أن يسود بقوة الحديد والنار والضغط في العالم العربي. وسيكون لدينا ما يكون له من تبعات بالنسبة لبلادنا وبالنسبة للمغرب العربي. ماذا تقول العراق إذا كانت قضية الكويت وضعت فهي من المسببات، ولكن عمق الموضوع يتعلق بتقصير جميع الدول العربية وعلى رأسها الشعب الفلسطيني المنطقة.
أية كلمات، أية عبارات يقولها رفاقك، إخوتك، أبناؤك في توديعك يا عبد الرحيم. أخانا العزيز ورفيقنا العظيم وقائدنا الرائد، ها هم إخوانك وأصدقاؤك وأبناء مدرستك في الكفاح يقفون جميعا في هذه اللحظة التاريخية المؤثرة وقفة التقدير والإكبار والوفاء للرسالة النبيلة التي وهبت شبابك وراحتك وحياتك في سبيل أدائها. ومنذ كان وهو يؤمن بالوحدة والعمل الوحدوي ويعمل من أجل تحقيقه واستمراره، وقبل وفاته رحمه الله سهر عن قناعة ثابتة على تقوية العمل المشترك بين المنظمات السياسية الديمقراطية وكل القوى الحية بالبلاد. لم يشغله تعب ولا مرض عن التفكير واقتراح المبادرات الناجعة والخطوات العملية لطرح مطالب الشعب المشروعة والتي تفتح المزيد من الآفاق للسير بالنضال الديمقراطي والاجتماعي أشواطا بعيدة. ونحن حريصون على السير في هذا الطريق لإتمام الرسالة بالحوار الوطني والتعبئة الشعبية، وفاء لروح أخينا العزيز الذي علمنا قولا وفعلا أن الديمقراطية لا تقوم لها قائمة والمؤسسات لا تستقيم إلا إذا ساد الأمة وعي والتزام، وإلا إذا كانت هناك مشاركة واسعة ووعي للشعب المغربي للوقوف في سبيل العدل والدفاع عن الحقوق وإرادة لبناء المؤسسات. إخواني أخواتي، كنت معكم أو قدرت الظروف أن لا أكون معكم، إننا نشعر جميعا باطمئنان على أن ما أسديناه ليس هو الكمال، ولكن أن ما أسديناه خرج من صميم الفؤاد طاهر نقي يريد خدمة الشعب والأمة والمصلحة العامة. وأتمنى لنا جميعا أن نبقى على العهد الذي كنا عليه وسنبقى عليه. والسلام عليكم.